ليه الهندسة صعبة قوي؟ وصدقني مش للسبب اللي انت متخيله. هنتكلم اكتر عن الهندسة النهاردة. موضوعنا عن حاجة ناس كتير بتتكلم عنها، بس قليل اللي فعلا فاهمين ليه دراسة الهندسة صعبة قوي. والأغرب إن السبب الرئيسي مش هو اللي أغلب الناس متخيلينه بالظبط. الكل بيتكلم عن الحسابات المعقدة والمعادلات الكبيرة والرياضيات المتقدمة، بس يا ترى هو ده بس؟ يا ترى الصعوبة كلها في المحتوى؟ خلينا نمشي خطوة بخطوة، لأن الإجابة فعلا أكتر إثارة ويمكن حتى أكتر إنسانية مما باين في البداية. من أول لحظة مستحيل ننكر ده. الهندسة معروفة إنها من أصعب الكليات اللي موجودة، والبيانات فعلا بتأكد الكلام ده. في العالم كله كليات الهندسة عادة بتكون من الكليات اللي فيها أقل متوسط درجات وأكبر عبء مذاكرة بره القاعة. بس ليه ده بيحصل؟ يا ترى ده بس عشان المواد صعبة، ولا في حاجة تانية غير المحتوى بتخلي ناس كتير تتوتر كده؟ وده بالظبط هو الموضوع اللي عايز أتكلم عنه النهاردة. الفكرة مش إني أحبطك، لكن إني أساعدك تشوف الهندسة بشكل أوضح، والأهم من كده إنك تجهز نفسك كويس. عشان ننظم الكلام هنقسم الموضوع لثلاث أسباب رئيسية ليه الهندسة أصعب مما بتبان. عشان ننظم الكلام هنقسم الموضوع لثلاث أسباب رئيسية ليه الهندسة أصعب مما بتبان. الجانب الذهني وتنظيم وقتك، والتغييرات في أسلوب حياتك اللي الكلية بتطلبها. وأنا هقولك من دلوقتي، أغلب الناس بس بتشوف أول نقطة والتنين التانيين بيفاجئوا الطلبة. يلا نبدأ بالجانب الذهني. لما حد بيفكر في صعوبة الهندسة عادة بيفكر في مواد زي التفاضل والتكامل، الفيزياء، الميكانيكا والديناميكا الحرارية. وطبعا المواضيع دي بتحتاج تفكير وتحليل. بس يا ترى الصعوبة الحقيقية بس في تعقيد المادة، ولا في حاجة أعمق بتحصل؟ دي أول سؤال كبير، لأن في الواقع مش تعقيد المحتوى هو اللي بيوقع أغلب الطلبة، هي المطلوب تحمل ذهني كبير. مش بس علشان تفهم النظرية، ده كمان تقعد فترات طويلة بتذاكر وبتتدرب وبتثقل مهاراتك لحد ما الفكرة دي في الآخر تبقى منطقية فعلا. وهنا بيجي السؤال اللي كتير ما بيسألهوش: هل كان عندك عادة تقعد 4 أو 5 أو 6 ساعات مركز في موضوع واحد؟ يعني النوع ده من المشاكل قبل ما تدخل الجامعة، لأن أغلب الناس ما كانش عندهم كده، ولما بيواجهوا ده لأول مرة الصدمة بتكون كبيرة. المخ ببساطة مش متعود على مجهود مستمر بالطريقة دي. ده مش معناه ان حد غبي او ضعيف في الرياضيات، لكن المخ بيشتغل زي العضلة بالظبط، هو محتاج تدريب ووقت وتكرار علشان يقوي تحمله. عمرك جربت تجري 20 كيلو متر من غير ما تكون جريت قبل كده؟ هو نفس المبدأ بالظبط. السؤال الصح هنا هو: بياخد وقت قد ايه علشان تطور النوع ده من التحمل الذهني؟ البناء ده محتاج أسابيع وأحيانا شهور. خلال العملية دي كتير من الطلبة اللي كانوا جايبين درجات عالية في الثانوية بيكتشفوا إن المشكلة مش في الذكاء، لكن في العادة والمجهود المستمر. وده بالظبط اللي بيشرح ليه كتير من الطلبة اللي كانوا دايما بيتقال عليهم عباقرة في المدرسة بيتفاجئوا جامد لما يبدأوا يدرسوا هندسة. هم عمرهم ما اضطروا يبذلوا مجهود لساعات طويلة ورا بعض. لو دي هي الناحية الذهنية، يبقى الطبقة التانية هي تنظيم الوقت. وهنا بيجي سؤال مهم تاني: ازاي تقدر تدمج واحد من اكتر التخصصات تطلبا في روتينك اللي اصلا مليان؟ ليه؟ لان قبل ما تدخل الجامعة كل واحد بيكون عنده مجموعة التزامات: شغل، عيلة، ارتباط، هوايات، صحاب، تمرين وراحة. يعني فسيفساء من روتينات صغيرة بتملأ تقريبا كل يوم. طيب، ايه اللي كتير بيعملوه؟ بيحاولوا ببساطة يدخلوا الدراسة الجامعية جوه كل ده، كأن الهندسة مجرد مربع زيادة في التقويم. بس يا ترى ده بينفع؟
عادة لا، أغلب الطلبة بيكتشفوا بالعافية إن الهندسة ما بتنفعش تتحط كده، لازم تحل محل حاجة تانية. وهنا بتبدأ المعاناة، لأن لازم حاجة تخرج من الروتين عشان تفسح مكان لساعات المذاكرة اللي محتاجها. وإنت هتختار إيه؟ وقت أقل مع الصحاب، ساعات لعب أقل، ووقت راحة أقل؟ دي سؤال صعب، وبما إن محدش بيحب يضحي بحاجات بيحبها، فصدمة التعود على قلة الراحة بتكون تقيلة. الخطة اللي كانت شغالة قبل الجامعة ببساطة ما بقتش تنفع. الروتين محتاج يتعاد تصميمه، ولا بيتطلب انضباط ومعرفة بالنفس. بس لو موضوع تنظيم الوقت أصلا معقد، فالطبقة الثالثة يمكن تكون أصعب طبقة فيهم كلهم. أسلوب الحياة قبل الجامعة، أغلب الناس كانوا عايشين حياة أبسط وعندهم وقت فراغ أكتر للراحة وهوايات منتظمة وحرية يعملوا اللي عايزينه وقت ما يحبوا. بس الهندسة بتغير محور اليوم كله. السؤال بقى، انت مستعد تعيد ترتيب حياتك بالكامل عشان تدي أولوية للمذاكرة؟ لأن الهندسة مش بس محتاجة تنظيم، دي كمان محتاجة استمرارية، محتاجة تحط المذاكرة على رأس أولوياتك حتى وانت تعبان، حتى لو الموضوع مش المفضل ليك، حتى لو حاسس ان مفيش حاجة بتدخل دماغك. هنا كتير بيحسوا بتأثير نفسي، الإحساس إنهم فقدوا شوية من الحرية اللي كانت عندهم قبل كده، والصدام بين الشخص اللي كنت عليه والشخص اللي لازم تبقى عليه. وده ملوش علاقة خالص بالمعادلات أو الحسابات أو القوانين. الموضوع عن الهوية، عن إنك تفهم إن الطريق الصعب محتاج نسخة أقوى وأنضج منك. هل أنت مستعد تتخلى عن حاجات معينة عشان تبني نسخة تانية منك؟ السؤال ده غالبا بيكشف ليه الهندسة بتوقع ناس كتير، مش عشان صعوبتها النظرية، لكن عشان تكلفة التغيير. ولما نفهم الثلاث طبقات دول، بيبقى أسهل بكتير نشوف الهندسة على حقيقتها، مش بس مجال للدراسة، لكن كمان عملية تطوير شخصي. الجامعة بتتطلب من الطالب إنه يتغير، وده بيكون مش مريح، بس في نفس الوقت التغيير ده هو اللي بيخلي التخصص قوي جدا. وده اللي بيخلي ناس كتير تقول إن الهندسة مش بس بتعلم محتوى، لكن كمان بتشكل طرق التفكير. ففي الآخر ليه الهندسة صعبة قوي كده؟ يا ترى ده بس عشان المحتوى، ولا عشان هي بتتطلب منك تكبر وتتغير وتتطور؟ يمكن السؤال الأهم هو، أنت مستعد تتغير قد إيه عشان تحقق الهدف ده؟ لأن لو في حاجة الهندسة بتثبتها كل يوم، فهي إن الصعوبة دايما في الطريق، وهي بالظبط اللي بتحضرك لنوع المهني والشخص اللي هتبقى عليه بعدين. لو الفيديو ده ساعدك تشوف دراسة الهندسة بشكل مختلف، يبقى المهمة تمت. الهدف هنا مش إحباط حد، لكن أساعدك توصل وإنت أكتر استعداد. لأن الهندسة رغم إنها صعبة، عندها قدرة كبيرة تفتح لك أبواب وتغير مستقبلك. يعني خد نفس عميق، نظم نفسك، وامشي على وتيرتك وكمل. المشوار تقيل، بس النتيجة تستاهل فعلا. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايف ان المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا عشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر على المنصة، وكمان اسمك يتذكر في فيديوهاتنا.